بيبدأ فيلمنا بعربية ترحيلات المساجين وبتبقى متجهة لأكبر سجن مشدد حراسة في روسيا، ونشوف مسجون منهم راسم وشم الجمجمة على رقبته. لما بيوصلوا السجن المسجون ده بيدخل الزنزانة وبيقابل واحد ضخم جدا، والضخم ده بيعرفه إنه ما بيحبش حد يبقى معاه، لكن التاني بيقوله إنه هيقعد 3 أيام بس. بعد كده بنشوفه وهو بيتمرن بمعدات أخطر زي عصابة سجون، وفي 2 من رجالته بيقولوا له إن دي منطقة خاصة، لكن صاحبنا بيرفع بيهم البار. تيجي العساكر بياخدوه بعد اللي حصل بيدخلوه لأوضة الزعيم، والزعيم هنا بيسأله أنت عارف أنت بتلعب مع مين؟ فبيرد عليه بيقول له إنك سيموني زعيم عصابة كيروف، وإنك أكبر تاجر سلاح في العالم، وبيستغرب إنه عارفه كويس. وبيسأله سيموني وبيقول له أنت مين؟ فبيقول له إني الصياد، وبينزل على سجادة النمر اللي تحتيه وبياخد منها الناب من غير ما حد ياخد باله، وبيقول له إني بصطاد أمثالك. وسيموني بيقول له إن الصياد ده مجرد خرافة، وبيسأله على اسمه، فبيقول له إن اسم كريفن. فجأة بيهجم على رجالته وبيخلص عليهم وبيخلص على سيموني، وعسكري بيفتح الأوضة عليهم من الصوت، لكن كريفن بيوقعه وبينط على الحيطة وبيهرب بكل سهولة، وبيقعد ينط فوق المباني، وبنلاحظ إن عنده قوة خارقة وبيقدر يهرب من السجن. وبنشوفه وهو جوه عاصفة جليدية وبيجي زيبو قدامه، ونشوف إن في لغة تواصل بينهم. بعد كده كريفن بيسيبه وبيركب الطيارة ويمسح الوشم اللي على رقبته، وفي نفس الوقت بنشوف العساكر بتلاقي جثة واحد تاني بيبقى مرسوم على رقبته نفس الوشم بتاع كريفن، وبيعرفوا إن هو مات، وبيبقى كده الموضوع اتقفل. وبنرجع ل16 سنة فاتت وبنشوف كريفن هو وأخوه ديما هما في أكاديمية سانت مايكل في أمريكا، وبيجي مدرس بيقول لهم إن أبوهم اللي اسمه نيك جاي ياخدهم. وبعد شوية بتيجي عربية فخمة وبيقعدوا مع أبوهم، وأبوهم هنا بيعرفهم إن أمهم خلصت على نفسها وإنها ضعيفة وما قدرتش تستحمل المرض. وديما بيسألوا على الجنازة، فنيك بيقول له إن الناس اللي زيها ما تستحقش الجنازة، وبيبان عليهم الحزن جدا. وبنعرف إنها عزلت نفسها وبعدت عنه لأنها ما كانتش حابة تكمل حياتها مع نيك. وكريفن بيسأله امال احنا هنروح فين، فنيك بيقول له اننا رايحين نصطاد في افريقيا وان ده كويس ليك، وبيبقى مهمش ديما جدا لانه شايفه ضعيف. وبنعرف ان نيك زعيم عصابه كبير وبيتاجر في السلاح. بعد كده بنشوف بنت قاعده وبيبقى اسمها كالي وبتلعب ورق كوتشينه، وبتيجي جدتها وبتقعد معاها وبتقول لها ان دي مش مجرد ورق عادي، وانها بتتنبأ بالمستقبل، وبتخليها تختار 3 ورقات وبتشرح لها اول ورقه وبتقول لها انك لما تكبري هتبقى عرافه زيي، والورقه التانيه انها هتقابل حادث صعب جدا، والورقة التالتة بيبقى شخص واقف مع أسد ودي بتعبر عن القوة، وبتقول إن معايا حاجة ليكي كنت ناوية أديها لك لما تكبري، بس الورق دوت بيقول إنك محتاجاها دلوقتي. وبتديها إزازة صغيرة بيبقى فيها مادة معينة، وبتعرفها إن المادة دي بتتنقل في عيلتهم من عدة أجيال، وبتقول إن المادة دي بتنقذ أي حد من الموت، وإن هيمنح الشخص اللي هيشربه قدرات خارقة. وعلى الجانب التاني بنشوف نيك وعياله في الغابة ورايحين علشان يصطادوا الأسد، وهم في طريقهم بيصطادوا حيوانات تانية. وبنشوف نيك بينادي على كريفن بيقول له إنك لازم تكون شجاع وإنك ما تخافش من الموت، وإن الإنسان هو الوحيد اللي المفروض بيشكل خطر على العالم، ولازم تبقى أحسن صياد. وبيقول لديما ما تبقاش جبان، وبيهينه وسط الناس. بالليل بقى بنشوف كريفن وديما قاعدين في الخيمة، وكريفن بيعتذر لديما على الكلام اللي أبوه قاله له، وبنلاحظ إن ديما متضايق من التفرق اللي نيك عامله وإنه بيعامل كريفن أحسن منه. وبنشوف نيك قاعد مع رجالته وبيقول لهم إن الأسد اللي جايين نصطاده دوت خطر جدا، وإنه قتل حوالي 3000 صياد لغاية دلوقتي. تاني يوم الصبح بقى بنشوف واحد من رجالة نيك واللي بيكون اسمه أليكس، وبيتكلم معاه وبيقول له إني بفكر في المستقبل وإني عايز أشاركك، لكن نيك ما بيهتمش وبيسخر منه، بيعرفه إنه جبان وملوش أي لازمة. فبيتضايق أليكس من كلامه وبيحس بالإهانة. وفي نفس الوقت بنشوف كريفن وديما في الغابة وبيظهر قدامهم أسد ضخم وبيبقى شكله مرعب جدا، وكريفن بيحاول يحمي ديما وبيوجه السلاح ناحية الأسد، وبيفضل باصص للأسد وما بيرضاش يضربه وبينزل السلاح. في الوقت دوت بقى نيك بيجي وبيضرب النار على الأسد وبيسيبه، ودوت بيخلي الأسد يتعصب وبيهجم على كريفن، ونيك بيضرب عليه نار تاني والأسد مسك كريفن وأخده وهرب بيه، ومحدش بيقدر يلحقه. على الجانب التاني بنشوف كالي مع أمها وأبوها وبيبقوا في رحلة وبيتفرجوا على الحيوانات، وكالي بتبقى حاسة بحاجة مش طبيعية في الغابة. في الوقت دوت كالي بتنزل من على العربية وبتروح للغابة وبتشوف الأسد وهو شايل كريفن، والأسد بيسيب كريفن على الأرض وبيبص لكالي كأنه بيقول لها تساعده، وبتنزل نقطة دم من الأسد على الجرح بتاع كريفن وبعد كده بيمشي. وكالي بتجري عليه وبتفهم إن دي الحادثة اللي جدتها قالت لها عليها، فبتطلع المادة اللي معاها وبتشربها لكريفن، ونشوف إن في قوة خارقة دخلت جوه جسم كريفن، وده بسبب دم الأسد والمادة اتفاعلوا مع بعض. وبنشوف فعلا الطيارة جت وخدت كريفن، لكن قبل ما تمشي بنشوفها حطت له الكارت بتاع القوة في إيده. بعد كده بنشوف كريفن وهو في المستشفى والدكاترة هنا بتحاول تنقذه من الموت لكن بدون فايدة، وبنعرف إنه مات. بعدها بقى بنشوفه بيفتح عينيه وبتبقى زي لون عين الأسد،
والدكتورة اللي معاه بتستغرب جدا لأنه مات لمدة 3 دقايق وصحى تاني. تاني يوم الصبح بنشوفها بتطمن عليه وبتقوله إنها هتعمل له شوية فحوصات علشان تشوف إيه اللي حصل. في الوقت دوت بيجي نيكو وديما ويطمنوا عليه، وبيصمم نيكو إنه هيرجع معاه البيت من غير أي فحوصات تتعمل. ولما بيرجع البيت بيلاقي جواب من أمه كاتباهوله قبل ما تموت، وبتقوله إنها ما كانتش حابة تعمل كده وإن أبوك ما سابليش أي خيار، وبتقول له اوعى تبقى زي أبوك في يوم من الأيام. بعدها بنشوفه مع أبوه ونيك بيزعق له علشان ما ضربش الأسد بالنار، وبيعرفوا إنه عرض حياته وحياة ديما للخطر. بيقول له أنا مش عايزك بعد كده تخاف من حاجة لأنك المفروض اللي هتمسك العصابة من بعدي. وبيوريه راس الأسد متعلقة على الحيطة، فبيتعصب جدا كريفن وبيقول له إن المفروض أنت اللي تموت مش الأسد، وبيسيبه وبيطلع على أوضته. وقتها بيشوف صقر واقف على شباك الأوضة، ولما بيبص له بيحس إن في لغة تفاهم ما بينهم، فبيقرر إنه يمشي من البيت وبيحس إن مكانه وسط الحيوانات في الغابة. فبيلم حاجته كلها ومن ضمنهم الكارت اللي عطيته كالي، وبيقع من هدوم الإزازة بتاعة المشروب الخارق. في الوقت دوت بيعرف إن السائل ده هو سبب رجوعه للحياة. بالليل بقى بنشوف كريفن خرج من الشباك وماشي على سور البيت، وبيقع من فوق السور وبيقدر ينزل على الأرض بكل سهولة من غير ما يتأذى. وبيروح يودع أخوه وبيعرفوا إن هو هيروح للمكان اللي كانوا عايشين فيه زمان مع أمهم. تاني يوم الصبح بيروح كريفن يركب السفينة وبيروح لروسيا، ونشوفه ماشي في الغابة. فجأة بيشوف قطيع كبير من الجاموس البري جاي عليه، فبيقف وبيحاول يحمي نفسه، لكن بيتفاجئ إن القطيع بيعدي من جنبه، وبيشوف إن قائد القطيع دوت واقف قدامه وبيحميه. وبعدها بيمشي وبيكمل طريقه وبيوصل للمكان اللي كانت عايشة فيه أمه، وبيروح يقعد في الغابة. وبيلاحظ إن حاسة السمع عنده بقت قوية جدا، وبيشوف غزالة بتجري قدامه فبيجري وراها. وبيلاحظ إن بقت سرعته عالية لدرجة إنه بيقدر ينط لارتفاع عالي، وبيلاقي نفسه بيقدر يتسلق الشجر بكل سهولة. وبيلاحظ كمان إن نظره بقى عالي جدا وبيقدر يشوف حاجات من على مسافات كبيرة. وفي الوقت دوت بيشوف صيادين بيصطادوا حيوانات، فبيتعصب وبيجري عليهم. ولما بيوصل بيلاقي كمية كبيرة جدا من الجاموس البري ميت ومتاخد منهم القرون بتاعتهم. وبيجي الصيادين وبيطلبوا منه إنه يمشي وإلا هيخلصوا عليه. وكريفن بيمسك سكينة من على الأرض وبيخلص عليهم بكل سهولة. وبيعرف هنا كريفن إن دوره يخلص على المجرمين. وفي الوقت الحالي بيفوق كريفن من ذكرياته وبنشوف إن لسه معاه الكارت بتاع القوة. بعدها بيرجع للغابة وبيفتح التليفون وبيلاقي رسالة من ديما بيقول له فيها ما تنساش يوم عيد ميلادي وإني هستناك تجيلي زي كل سنة. بعد الأحداث دي بقى بنشوف مجموعة صيادين وبيصطادوا الجاموس البري، بياخدوا قرونهم. بعد ما بيخلصوا وبيبقوا ماشيين بيلاقوا كريفن واقف قدامهم وبيقول لهم إن دي ملكية خاصة، لكن بيجي واحد وبيقول له ابعد عن طريقنا وإن إحنا 6 وأنت واحد. لكن كريفن ما بيهتمش، والصيادين بيدوروا عربياتهم وبيتجهوا ناحيته. وكريفن بينزل تحت العربية وبيطلع من على الصندوق وبيبدأ يخلص عليهم واحد واحد، وبيدخل العربية وبيخلص على السواق واللي معاه. وبيجي واحد من على العربية تانية وبيضرب عليه نار لكن ما بيقدرش يسيبه، فبياخد بعضه وبيهرب بسرعة. وبنشوف إن كريفن قدر يعرف رقم العربية. بعد كده بنشوف الصياد دوت راح لزعيم العصابة في مكتبه، وبيصدم هنا لما بيلاقي إن كريفن هو اللي قاعد على المكتب. وبيلاقي دفتر وبيعرف إن الدفتر دوت فيه كل أسماء زعماء العصابة، وبيسأله أنت اسمك إيه، لكن التاني بيقول له إني مجرد فرد منهم وإني بنفذ الأوامر بس، وإني ممكن أساعدك تدور عليهم. لكن كريفن ما بيهتمش، وبيعرفوا إنه هيضم الأسماء دي للقائمة بتاعته، وبيفضل يدور على اسمه لغاية ما بيلاقيه. فبيخلص عليه وبيشطب على اسمه وبيخرج من المكتب، وبنشوف جثة رئيس العصابة متعلقة على الباب. بعدها بقى بنتنقل لكالي وهي في جنازة صاحبتها، وبنعرف إن كالي محامية كبيرة وبتقول لكل الموجودين إن صاحبتها دي اتقتلت على إيد رجالة زعيم العصابة سيموني، لأنها عرفت كل جرايمه وحاسبته، وإن بسبب تصرفها الشجاع دوت كان المقابل إنهاء حياتها. وبعد ما العزا بيخلص بيروح كريفن يقعد معاها وبيوريها الكارت اللي كانت عطياهوله زمان، وبتعرف إن ده الولد اللي أنقذته. وكريفن بيقول لها إنه خلص على سيموني، وبتسأله كالي إزاي عرف طريقها، فبيقول لها إن شغلته هي إنه يدور على الناس ويلاقيهم وإنه بيشتغل صياد. بعد ما بتروح كالي بتلاقي فعلا إن سيموني اتقتل في زنزانته، وإن في 7 جرايم قتل وكلهم زعماء مافيا وكلهم ماتوا بطريقة بشعة جدا، ومحدش لغاية دلوقتي عارف مين هو الصياد. بعدها بيوم كريفن بيقابل كالي وبيقول لها على القوة اللي اكتسبها في اليوم اللي هي أنقذته فيه، وبيقول لها إنه عرف إنها محامية كبيرة، وبيوريها القايمة اللي فيها أسماء زعماء المافيا اللي معاه، وبيطلب منها إنها تساعده إنه يلاقيهم بسرعة. فبتقول له إنها هتفكر وترد عليه. وقبل ما تمشي بتعرفه إنه لو فضل يلاحق الأسماء اللي في القايمة دي إن الناس اللي هو بيهتم لأمرهم هيتأذوا. وبنروح لزعيم عصابة اسمه أليكس وبنشوفه إن لابس شنطة دايما ورا ظهره، ومساعده بيقول له إن سيموني اتقتل هو في زنزانته، وبيقول له إن اللي عمل كده هو الصياد. وبيقول له إن الصياد معاه قايمة فيها أسماء زعماء العصابة وإن احتمال كبير يكون اسمك من ضمنهم. لكن أليكس ما بيهتمش لكل الكلام ده، وبيقول له إننا لازم نمسك مكانه لأن سيموني كان مسيطر على نسبة كبيرة من السوق.
وإن ده مصلحة لينا إننا نقدر نكبر دايرة شغلنا، وبيطلب من مساعده إنه يرتب له مقابلة مع رجالة سيموني، وفعلا مساعده عمل كل اللي قالوا عليه. وبنشوف أليكس وهو واقف مع رجالة سيموني وبيقول لهم إنه عايز واحد منكم يكون شريكي في كل أعمال سيموني، لكن رجالة سيموني ما بيهتموش لكلامه وبيسخروا منه وبيقولوا له إننا مش عايزين نشارك حد، وبيبقوا عارفين إن أليكس معروف باسم وحيد القرن. وبيقرر أليكس يعرفهم هما بيتعاملوا مع مين، وبنشوف إن في خرطوم متوصل من الشنطة لجسمه، ولما بيشيل الخرطوم من جسمه بيبدأ يتحول، وواحد منهم بيضرب عليه نار، لكن الرصاص ما بيخترقش جسمه لأنه بقى صلب وقوي جدا شبه وحيد القرن. وبعدها بيوصل الخرطوم تاني لجسمه علشان يرجع لطبيعته، ونشوف إن في قناص تبع أليكس خلص على 3 منهم وما بيتفضلش غير 2، وبيعرفهم أليكس إن واحد منهم بس هو اللي هيكون شريكه. واحد منهم بسرعة بيخلص على التاني، وساعتها أليكس بيبارك له وبيعرفوا إنه بقى رئيس العصابة مكان سيموني. بعد كده بقى بنشوف ديما وهو قاعد في ملهى وبيعزف، ونيك بيكون قاعد مع زعيم عصابة سيموني الجديد وبيتكلم معاه على اللي حصل لسيموني، وبيعرفوا إن عصابتكم بقت في خطر وإني ممكن أوفر لكم الحماية مقابل نسبة من الأرباح. وزعيم العصابة الجديد ده بيوافق بسرعة من غير ما يفكر، وده خلى نيك يعرف إن في خيانة وإن اتفق مع شخص تاني. في الوقت دوت بيظهر رجالة أليكس وبيبدأوا يضربوا النار على نيك، ورجالة نيك بتقدر إنها تخلص على رجالة أليكس. وبنشوف ديما وهو مستخبي تحت ترابيزة البيانو، وبعد ما ضرب النار بيخلص بيروح يطمن على أبوه، وأبوه بيفضل يزعق معاه لأنه جبان ومقامش دافع عن نفسه ولا عنه. بعد كده بنشوف المساعد بتاع أليكس بيعرفه على اللي حصل، وبيقوله إن في حد ساب الفلاشة دي تحت البيت بتاعه، ولما بيفتح الفلاشة بيشوف فيها كريفن وهو بيهرب من السجن بعد ما قتل سيموني. وبيعرف أليكس بإن كريفن ده ابن نيك وإنه مسمى نفسه الصياد، وبيؤمر من المساعد بتاعه بإنه يكلم قاتل محترف جدا اسمه الأجنبي علشان شايف إن هو دوت اللي هيقدر يخلص على كريفن. تاني يوم بنشوف الأجنبي في السجن اللي اتقتل فيه سيموني، وبيبدأ يدور على أي حاجة يقدر يوصل بيها للصياد. في الوقت دوت بيجي ضابط من الجيش وبيبقى موجه سلاحه ناحية الأجنبي، ونشوف إن الأجنبي عنده قدرة إنه ينيم أي حد تنويم مغناطيسي، وبينيم الضابط وبياخد منه سلاحه وبيخلص عليه وبعدها بيمشي. وعلى الجانب التاني بنشوف كريفن بيتسلق المبنى وبيدخل شقة أخوه، وديما أول ما بيشوفه بيبقى فرحان جدا وبيقوله إنه هيقضي اليوم كله معاه وإنهم هيحتفلوا بعيد ميلاده. بالليل بقى بيروحوا مالها وبيقعدوا مع بعض. في الوقت دوت بيدخل عليهم نيك وبيسلم على ديما وكريفن، لكن كريفن بيبقى مهمشه وبيسلم عليه وهو مش طايقه، وبيقعد يتكلم مع كريفن بانه يرجع يعيش معاه تاني، لكن كريفن ما بيهتمش لكلامه. وبعدها كريفن بياخد ديما وبيرجع للبيت، ولما بيجي ينام كريفن ما بيعرفش ينام لانه متعود على نومة الغابة، وبيسيبه وبينزل ينام في الشارع. ولما بيصحى بيطلع علشان يسلم على اخوه ويمشي، لكن بيلاقي فوضى في الشقة وبيشوف ان في عصابة خاطفة اخوه، فبيقعد ينط من على المبنى علشان يقدر ينقذ اخوه، وبيجري ورا العربية بسرعة وبيقدر إنه يوصل لها، وبيحاول يكسر الإزاز بتاع العربية لكن بتكون مصفحة، فبيروح لغاية الباب وبيكسره، لكن العصابة بتضرب عليه نار والعربية بتخبط في عربية تانية. وقتها كريفن بيقع من على العربية وبيقوم يكمل جري، والعربية بتوصل لمكان وبتبقى فيه طيارة مستنياهم، والعصابة بتاخد ديما وبيركبوا الطيارة. ولما بيوصل كريفن بيلاقي شبكة وبيرميها على الطيارة، واحد من العصابة بيطلع وبيضرب عليه نار، وكريفن بيجيب حديدة وبينط بقوة وبيحدف الحديدة عليه وبيموته. الطيار لما بيشوف كده بيحاول يطير بأقصى سرعة، وكريفن بينط على الشبكة بيحاول يوقع الطيارة بكل قوته. بالرغم من كل دوت مش عايز يسيب الشبكة لغاية ما بيتخبط والشبكة بتفلت منه، وبعدها بيروح لكال الشركة اللي شغالة فيها وبيحكي لها على اللي حصل، بيوصف لها شكل واحد منهم علشان تساعده، وكالي بتقول له انها تعمل اتصالاتها وترد عليه. بعدها بيروح لنيك وبيعرف ان العصابة قطعت صباع اخوه وطالبين فدية 20 مليون دولار، وبيقول كريفن لابوه يدفعها، لكن نيك بيقول له ان لو دفعت الفدية هبان ضعيف، وبيتعصب جدا كريفن منه وبيسيبه وبيمشي. وعلى الجانب التاني بنشوف كالي واقفة مع واحد وبيعرفها إن اللي خطف ديما دوت واحد تركي واسمه عمر، وإنه عايش في قصر عيلته في تركيا. بعد ما كالي بتمشي بنشوف الشخص ده بيشتغل مع الأجنبي، وبعد ما خلص مهمته الأجنبي بيخلص عليه وبيتصل بأليكس وبيأكد على الخطة إنها ماشية تمام. بعد كده بنشوف كريفن وصل فعلا تركيا وبيتسلق القصر اللي فيه العصابة وبيبدأ يخلص عليهم واحد واحد لغاية ما بيقدر يوصل لعمر وبيبقى هيوقعه من الشباك، وبيسأله عن مكان أخوه، وعمر بيقول له إن ديما مع واحد اسمه أليكس. في الوقت دوت بقى كريفن بيشوف صاروخ جاي ناحيتهم، فبياخد عمر وبينط من المبنى وبيقع من على ارتفاع عالي جدا وبيقع عليهم الحيطان بتاع المبنى بعد الانفجار. وبعدها بتيجي عصابة أليكس وبيدور عليهم علشان يتأكدوا إن كريفن مات، لكن بنتفاجئ بكريفن وهو بيهجم عليهم وبيموتهم. وبعد كده بقى بيتصل بكالي وبيعرفها إنه كان كمين، وبيقول لها إن أكيد جايلك في الطريق وهربي بسرعة، وبيتفق معاها على مكان يتقابلوا فيه. وبيشوف ناس غريبة في الشركة فبتروح تلم كل حاجاتها وبتمشي بسرعة.
وعلى الجانب التاني بنشوف أليكس وهو بيتكلم مع ديما وبيعرفوا إن هو الشخص اللي كان معاهم زمان في رحلة الصيد، وإنه وقتها كان طالب من نيك يشاركه ونيك هنا ومرضاش، ومن ساعتها هو كل اللي في دماغه الانتقام منه. بيقولوا إن بالصدفة قابلت دكتور في أمريكا، وإن الدكتور دوت هو سبب تحوله، وإنه عطاله سائل فيه قوة وحيد القرن. وفي الوقت دوت بيدخل عليهم الأجنبي وبيقولوا إن كريبل لسه عايش وإنه ما ماتش، وبيوري له زرعة عين العفريت، وبيعرفوا إن النبتة ديت نادرة جدا وإن كريفن بيستخدمها في أسلحته، وإنها موجودة في غابات روسيا مش موجودة في أي حتة تانية، وبكده يبقوا عارفوا مكان كريفن. وعلى الجانب التاني بنشوف كريفن وكالي وصلوا الغابة اللي بيعيش فيها، فجأة بيهجم عليهم فهد، وكريفن والفهد بيفضلوا يلعبوا مع بعض، وكريفن بيعرف كالي إن الفهد ده صاحبه، وكالي بتعرفه إنه مجنون. في الوقت دوت بيوصل أليكس والأجنبي للغابة، وأليكس بيخلي ديما يكلم أخوه وبياخد منه التليفون، وبيقول لكريفن إنه عارف إنه ما بيحبش أبوه زيه، وبيعرض عليه إنهم يتحدوا مع بعض علشان يخلصوا عليه، لكن كريفن بيقفل المكالمة وما بيهتمش لكلامه. وبيوصل أليكس ورجالته المكان قريب من بيت كريفن وبيحضروا كل أسلحتهم، لكن فجأة بيهجم عليهم الفهد صاحب كريفن وبيخلص على عدد كبير منهم، وبعدها بيهرب. وديما في الوقت دوت قدر إنه يهرب، وبنشوف كريفن وهو بيخلص على أول مجموعة من رجالة كريفن بكل سهولة. وأليكس لما بيسمع صريخهم بيعرف إن كريفن خلص عليهم وإنه مش سهل، فبيدخل الطيارة وبتبدأ تضرب عليه صواريخ، لكن بيقدر يهرب منها. في الوقت دوت الأجنبي بيضرب عليه سهم مخدر في بطنه، وكريفن بيبدأ يهلوس، والأجنبي بيقرب منه وبيبقى خلاص هيقتله، لكن كالي بتتدخل وبتضرب الأجنبي بسهم وبتقتله، وبتروح على كريفن وبتشوفه خلاص هيموت، فبتطلع السائل اللي معاها وبتشربه له. بعدها بيفوق كريفن وبنشوف أليكس ورجالته ماشيين ومفكرين إن كريفن مات، لكن فجأة بيهجم عليهم قطيع كبير جدا من الجاموس البري. في الوقت دوت أليكس بيفصل من جسمه الخرطوم وبيبدأ يتحول لوحيد القرن، وكل ده علشان ما يحصلوش حاجة. فعلا الجاموس بيهجم على العربيات وبيقلبها، وبيكون معاهم كريفن وبيهجم أليكس عليه وبيفضل يضرب فيه، وبيبقى أقوى بكتير جدا من كريفن، لكن كريفن بيقدر يطعنه في مكان الخرطوم، وده بيخلي أليكس يفقد قوته. وكريفن بيتحرك بسرعة وبيبدأ يربطه بحبل وبيرميه وسط القطيع، والجاموس كله بيفضل يضرب فيه ويدوسوا عليه. بعدها بيقرب منه كريفن، وأليكس بيعرفه إن أبوه هو اللي باعت له الفلاشة، وإن هو السبب ورا إن أليكس يطارده يعرف مكانه. وبيجي ديما وماسك المسدس علشان يخلص عليه، لكن كريفن بيمنعه وبيقول له إنك مش مجرم، وبياخد منه السلاح، وبيكون أليكس مات. بعد كده بتشوف كريفن وهو قاعد مع ابوه وبيقول له اني عرفت ان انت السبب في كل اللي حصل ده، ونيك بيأكد على الكلام وبيعرفوا ان كان عارف ان هو الصياد، وبيعرفوا ان أليكس كان اخطر منافس ليه وما كانش عارف يخلص عليه. ونيك بيكمل كلامه وبيقول له ان لو طلب منه يخلص على أليكس من البداية ما كانش هيوافق. وكريفن بيقول له ان عرض حياة ديما للخطر، لكن نيك بيقول له ان كان عارف ان هيقدر ينقذه. وكريفن بيقول له انه قدر يقتل كل زعماء العصابات الا هو، ومش عايز يعمل دوت لان ابوه، وبعدها بيمشي. ونيك بيتفاجئ بدب بيقرب ناحيته، فبيجري يمسك البندقية بتاعته علشان يخلص عليه، لكن ما بيلاقيش فيه طلقات. وبنشوف كريفن واخد الطلقات بتاعة السلاح، والدب بيخلص على نيك. بعد سنة بقى من الأحداث دي بيروح كريفن لأخوه في الملهى علشان يحتفل بعيد ميلاده، لكنه بيتفاجئ إن ديما بيتعامل مع المافيا وإنه مسك شغل أبوه بعد ما مات. وبيعرفوا إنه راح لدكتور في أمريكا وإن الدكتور ساعده وحوله من الجبن اللي كان عايش فيه للشجاعة، وبيسيبه وبيمشي. وكريفن بيطلع وراه علشان يتكلم معاه، لكنه بيتفاجئ ان ديما اتحول وبقى شكله بالظبط. بعدها بيرجع تاني لطبيعته وبيقول لكريفن ان الدكتور دوت خلاه زي الحرباية يقدر يتشكل على اي حاجة هو عايزها. وبيعرفوا ان خلال سنة واحدة قدر يخلص على كل المافيا اللي بتنافسه، وانه بقى اكبر زعيم مافيا في روسيا. وكريفن بيعرفوا انه هيمنعه يعمل اي حاجة، لكن ديما بيحذره انه ما يقفش في طريقه. وبيعرفوا ان ابوه سايب له رسالة في بيتهم، فبيروح كريفن للبيت وبيقرا الرسالة، وبيبقى كاتب له فيها انه مش ندمان على اي حاجة هو عملها، وانه فخور بان عنده ابن شجاع زيه. وبيبقى سايب له جاكيت معمول بفرو الاسد، وبيلبس الجاكيت وبيقعد على الكرسي وبيستعد للحرب اللي جايه. وبيخلص فيلمنا لغايه هنا. لو عجبك الملخص ده يا صديقي ما تنساش تدعمنا باللايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي حالا علشان يوصلك كل جديد. سلام.